الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. عايز أكلمكم النهاردة عن الشهوات. حكاية الشهوة وردت في الوصايا العشر كآخر وصية، قال فيها: لا تشتهي امرأة قريبك ولا كذا كذا ولا كل مال قريبك. ووردت أيضا في الرسالة الأولى للقديس يوحنا الإنجيلي إصحاح 2 آية 16: ما في العالم هو شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة. شهوة الجسد تشمل أشياء كثيرة، منها الزنا، ومنها شهوة الجسد في شهوة الأكل والشرب، ومنها شهوة الجسد في المخدرات، ومنها شهوة الجسد في الخمول والكسل. شهوة العين في حاجات كتيرة، كل نظرة غير لائقة هي شهوة العين. والسيد المسيح قال: من نظر إلى امرأة واشتهاها في قلبه فيبقى قد زنى بها في قلبه. يعني مش نظرة عادية، نظرة مصحوبة بشهوة. أما كون إنك أنت تنتظر بنظرة عادية ما فيهاش غلط، مش هتمشي في الشارع مغمض، لابد هتشوف ناس. وتعظم المعيشة دي هنقولها بعدين. هذه الشهوات هي بدء كل خطية وأصل كل خطية. يعني كتير جدا من الخطايا تسبقها الشهوة. فمثلا شهوة اقتناء يحب يقتني حاجة يعني، أو شهوة المال بتكون مقدمة للسرقة أو الرشوة. ما فيش حد بيقع في الرشوة إلا لما بيكون في شهوة مال، وما فيش حد بيسرق إلا لو كان عنده شهوة مال أو شهوة اقتناء. كذلك جريمة القتل بيسبقها في كثير من الأحيان شهوة الانتقام أو شهوة الحقد أو شهوة النجاة. يعني ايه نجاة؟ يعني واحد يخش في بيت يسرقه ويلاقي الناس صحي وبصور، فيخاف يكشفوه فيقتل، بينما ما يكونش عنده أصلا الشهوة في القتل. لكن هنا شهوة النجاة من الإحراق. والكذب برضه بتسبقه شهوة.
لأن الكذب تسبقه شهوة تبرير الذات وعدم الانكشاف أمام الآخرين. لكن مع ذلك على الرغم من كل ده في أشخاص بطبيعتهم شهوانيين، نقول الشخص ده شهواني. شهواني يعني دايما يتصرف بشهوة، وجايز كل أنواع الشهوات دي موجودة فيه. والشخص الشهواني تقوده شهواته وليس عقله ولا ضميره، لأن لو عقله يقوده ما يغلطش، ولو ضميره يقوده ما يغلطش. لكن ده الشخص الشهواني هو الذي باستمرار تقوده شهوته وليس ضميره أو عقله. نخش في ترتيب الشهوات دي. الشهوات بتمشي عن طريق تدرج. يعني الواحد يفكر في الشيء اللي بيشتهيه وبعدين يتعلق به وبعدين ينقاد للشهوة وبعدين يستعبد لها، أو تتحول إلى عادة في الأول فلو تكررت يستعبد لها، يعني ما يقدرش يتخلص منها. لكن المفروض أن الإنسان يقاوم الشهوة التي تحرمه أيا كانت. وقد أعجبني جدا عبارة قديمة قالها الأستاذ مكرم عبيد، قال: افرحوا لا لشهوة نلتموها بل لشهوة أذللتموها. يعني مش الواحد يفرح انه قدر ينال الشهوة الغلط اللي عنده، وإنما يفرح لو قدر يذل هذه الشهوة ويطردها من فكره ومن قلبه. في بعض الملاحظات لازم نقولها على الشهوة. الشهوة إن بدأت في قلب الإنسان أو في فكره لا تستريح حتى تكمل، يعني لغاية لما تصل إلى غايتها عمليا. يعني تبدأ باتصال، الإنسان يتصل بالشهوة دي، وبعدين تتطور من اتصال إلى انفعال ينفعل بها، وبعدين يتطور الانفعال إلى اشتعال، وبعد ما يتطور إلى اشتعال يحاول أن يصل إلى الاكتمال يكمل الشهوة فعليا. كلها خطوات بتمر على الإنسان، فينبغي على الإنسان أن إذا وصل لأي درجة من درجات الشهوة أن يطردها بسرعة،
بسرعة، ولا يترك نفسه عرضة للصراع مع الشهوة. لا يترك نفسه عرضة للصراع مع الشهوة، لأنه غالبا ما يخسر في هذا الاشتعال وينضر ويتعب. ايه حكاية تطور الشهوة وسيطرتها؟ يعني أبونا آدم وأمنا حواء كانوا في الجنة أمامهم كل أشجار الجنة تحت تصرفها ما عدا شجرة واحدة، هي شجرة معرفة الخير والشر، فلم يستريحوا غير لما كملوا هذه الشهوة. داود النبي كان عنده 7 من النساء زوجات له، ولكن هؤلاء 7 لم يشبعوه، ولم يشبع إلا بعد أن وصل إلى بثشبع، عايز يكمل. سليمان كان ملك ومن أغنى الملوك ومعه كل حاجة، لكن مع ذلك أراد أن يكمل، فقال مهما اشتهته عيناي لم أمنعه عنهما. الشهوة عايزة تكمل، مش كفاية الموجود. وأيضا آخاب الملك وعنده حاجات كثيرة جدا، لكن برضو الشهوة عايزة تكمل بأنه ياخد حقل نابوت اليزرعيلي، فأخذوا وأخذ عقوبة مرة معه. دائما الإنسان يحتفظ بنفسه بعيد عن الشهوات، لأن لو فتح الباب ما يخلص، الشهوة تضغط تضغط تضغط، وقواه تبتدي تضعف 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 لغاية لما يقع ويطب. الشهوة إذن لا تشبع، لا تنتهي بالإشباع. يعني ساعات واحد الشهوة تقعد تضغط عليه تضغط عليه تضغط عليه، فيقول أنا أنفذها وأتخلص منها. لو نفذها مش هيقدر يتخلص منها أبدا، لأن الشهوة لا تنتهي بالإشباع. سليمان اللي قال مهما اشتهته عيناي لم أمنعه عنهما، قال كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن. وقال أيضا إن العين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع. والسيد المسيح قال من يشرب من هذا الماء يعطش. طب ولما يعطش يعمل ايه؟ يجي يشرب، ولما يشرب يعطش تاني، والقصة لا تنتهي. فيبقى الشهوة ما تنتهيش بالإشباع، بل بالعكس، جايز لما الإنسان يشبع نفسه من الشهوة يشعر فيها بلذة تدعوه إلى الممارسة، والحكاية تتكرر وما تنتهيش.
اللي يحصل ان اللي يمنع الشهوة دي ضبط النفس والهروب من الشهوة ومن أسبابها. أو إحلال شهوة مقدسة محل الشهوة الخاطئة فتحل محلها والشهوة الخاطئة تمشي. إزاي الكلام ده مثلا؟ في ناس من الآباء القديسين قالوا التوبة معناها استبدال شهوة بشهوة. يعني ايه استبدال شهوة بشهوة؟ يعني شهوة التواضع تلغي شهوة الكرامة والظهور، شهوة الهدوء تلغي شهوة التهريج والكلام الكثير، شهوة الفضيلة تنهي شهوة الخطية. نحط شهوة بدل شهوة، زي ما قال الكتاب الروح تشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح. فإحنا لو لقينا شهوة جاية للجسد نحط محلها شهوة خاصة بالروح، بس بحيث تكون عميقة تقدر تسيطر على شهوة الجسد. شوفوا بوذا اللي هو مؤسس الديانة البوذية، في الأساطير اللي تتعلق ببوذا إن بيقولوا إن بوذا ده في مرة قعد تحت شجرة المعرفة وأوتي المعرفة إلا ما شبه مسبه، فقال إن كل الناس تسعى إلى السعادة، كل الناس تسعى إلى السعادة، وعلشان تسعى إلى السعادة لابد تتخلص من الشقاء. لغاية دلوقتي مش مظبوط. وبعدين قال الشقاء له سبب واحد وهو وجود شهوة لم تتحقق. يعني مثلا تلاقي البواب بتاع العمارة قاعد عند الباب وبيغني ومبسوط لأنه ما عندوش شهوة أنه يبقى أحسن من كده، هو مبسوط بكده. بينما صاحب العمارة نفسه جايز قاعد متنكد لأن ليه شهوات تكون ليه 3-4 عمارات. فما دام الإنسان ليه شهوة لم تتحقق هيعيش في شقاء. لغاية دلوقتي بوذا ماشي كويس، لكن بقى الحل عند بوذا قال ايه؟ قال ما دام الحكاية كده يبقى نبعد عن الشهوات تماما، بس عمليا مفيش انسان هيعيش بدون رغبات، مش ممكن. يبقى الحاجة السليمة ان هو يلغي الشهوات الخاطئة ويحط بدلها شهوات مقدسة، شهوات مقدسة. ده بولس الرسول يقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا. يعني في شهوة مقدسة. وداود بيقول ان يشتهي ان يجلس على عتبة بيت الرب احسن من السكن في مظل الخطاه. وفي ناس تكون لهم شهوة انهم يفعلوا الخير مع كل احد
واحد ليك شهوة في الخدمة ويبقى قلبه مليان بمحبة الخدمة ومشاعر بفراغ. عايز أقول هناك شهوات أخرى غير الشهوة المقدسة والشهوة الخاطئة. ناس لهم شهوات كده ما أعرفش نسميها إيه، بالنسبة لهم كويسة لكن هي لا جراحت ولا جت. زي مثلا واحد ليه شهوة جمع الطوابع وجمع التحف، وتلاقيه يبقى فرحان كل ما يجيله جواب يشيل الطابع اللي فيه ويلزقه في الكتاب بتاعه او ما اعرفش نسميه يعني. او في ناس ليهم شهوة من جهة الزينة او الجمال، نسميه ايه دي، ومحبة الوقوف قدام المراية مدة طويلة للاطمئنان على النفس قبل أن تتصل بالآخرين. تقول لهم دي خطية، لا مش خطية لكن مش كمال. أو ناس لهم شهوة في المراكز أو الألقاب، وممكن الحكاية تلف معاهم. يعني تلف، يعني واحد بقى في الحكومة درجة رابعة ولا عايز ابقى درجة ثالثة، يوصل للثالثة يقول لي عايز الثانية، يوصل للثانية يقول عايز الأولى، يوصل للأولى يقول عايز مدير عام. ما جاتلوش المدير العام يقعد شقي وتعبان، له رغبة لم تتحقق، بينما دي لا هتوديه ولا هتجيبه. أو واحد يكون له شهوة في المناظر، يكون عنده عربية كل ما يجي موديل جديد عايز يغير العربية وياخد الموديل الجديد. يعني يعمل لك ايه؟ ما عربيتك كويسة وبتمشي، لا برضو عيب. يقولوا عندي عربية بتاعت سنة كذا، أبقى أنا متخلف. وانتش متخلف يا حبيبي، ده العربية هي المتخلفة. يقول لك برضه هي منسوبة إلي، اللي يركب المتخلف يبقى متخلف. الشهوات دي ما تنتهيش. وزي برضه اللي مش عايز عربية موديل جديد، في ناس يحبوا يغيروا ملابسهم بأفضل موديل يجي. هي شهوات، والملائكة بتتفرج من السماء على كل دول وتقول للناس دول يضحكوا، ما عرفش يضحكوا ولا يبكوا. المهم في شهوات أخرى مدمرة. أول واحد وقع في الشهوات المدمرة دي الشيطان، الأصعد إلى السماء وأضع كرسي فوق كواكب الله وأصير مثل العلي. عايز يكبر 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 يكبر، فاتدمر. فكانت النتيجة انه انزل الى الهاوية.
في شهوات مدمرة زي المخدرات، وخصوصا التي تتحول إلى الإدمان، ويصبح الواحد فقد حرية إرادته في دمرته. أو السجاير مثلا، إنسان بتدمره السجاير، تدمر صحته وتدمر إرادته وتدمر فلوسه وتدمر الناس اللي حواليه. لأن الإنسان اللي بياخد نفس من سيجارة وبعدين يطلعه، الدخان اللي بيطلع منه أسوأ من اللي دخل جواه، بحيث يؤذي كل اللي حواليه، لدرجة إن دلوقتي كتير من شركات الطيران بتمنع السجاير جوه الطيارة، وهيئات كتيرة بتمنع السجاير في الأماكن المغلقة، لأن الإنسان ده مش بيدمر نفسه، بيدمر اللي حواليه. يعني واحد بيشرب سجاير ومتجوز يبقى بيدمر مراته أيضا، ينفخ في وشها كده بالسجاير، تبقى عايزة تهرب منه، تعمل ايه مسكين؟ يعني الإنسان اللي عنده شهوة من النوع ده بيدمر نفسه ويدمر من يشاركه أو من يكون من ضحاياه، زي اللي عندهم الإيدز مثلا، يدمروا اللي يتصل بيهم. الإنسان اللي بيضر نفسه بعاداته وشهواته الرديئة ينبغي أن يتدرب على احترام نفسه، يحترم نفسه وما يخليش نفسه تهبط إلى هذا المستوى اللي تسيطر فيه العادة عليه أو الشهوة عليه. وأيضا الشخص اللي بيضر غيره لازم يكون حريص على احترام حقوق الغير واحترام سمعته وعفته ومستقبله. وينبغي يقول لنفسه الشخص اللي بيضر غيره: أنا مفروض فيا إني أنفع غيري، فإن كنت مش قادر أنفع غيري على الأقل ما ضروش. وفوق كل هذا الذين تسيطر عليهم الشهوات مفروض أنهم يفكروا في أبديتهم، لما يروح العالم الآخر يكون مستواه إيه هناك، وخصوصا إذا وجد في ملكوت الله ما فيش الشهوات دي وهو تقيد بيها، يقولوا له مالكش مكان عندنا. وأيضا ينبغي على كل إنسان أن يبحث عن مصادر وأسباب الشهوة يحاول يتجنبها، على رأي المثل اللي بيقول: الباب اللي يجي لك منه الريح شد واستريح. في آيتين لطاف، واحدة منهم في غلاطية 5 بيقول: الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد والشهوات. صلبوا الجسد والشهوات، مش صلبوه يعني مسامير، يعني صلبوا شهواته ورغباته.
تيموثاوس الثانية يقول أما الشهوات الشبابية فاهرب منها. يا ريت كل واحد فينا يشوف ايه الشهوات اللي في نفسه. ما هو جايز زي ما قال القديس يوحنا شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة. جايز واحد بيفكر في تعظم المعيشة، لو أنا كنت ولو أنا بقيت ولو أنا ساعدني الحظ ولو أنا ساعدتني الظروف ولو أنا بارك الله فيا وخلاني وخلاني وخلاني، وقعد يسبح في تعظم المعيشة، يستيقظ نفسه يقول دي حاجة من أهم الحاجات اللي قال عليها القديس يوحنا الحبيب. اتفضلوا نصلي.